سلام سلام، كل الاحترام لكل متابعي أم إبراهيم. إذا نطالب بإلغاء قانون أو فصل 58 وفرقة العنف ضد المرأة والطفل لكونها ببساطة ضمنت في دستور 2017 الذي تم إلغاؤه برمته. فلما لا زلنا نبقي على هذا الفصل 58 وفرقة العنف ضد المرأة، نخليو الامور تمشي طبيعيه في مراكز الامن كما كانت الابحاث، لانه ضرر الرجل من فرقه العنف ضد المراه من معامله سيئه وكانه ارهابي او منتحل شخصيه او جر لا سمح الله شرا للوطن، معامله جد سيئه مع احترامي عفوا للبعض. كذلك يعني الشهاده الطبيه هذه اللي تمشي بها 3 ايام و5 ايام تبنى عليها قضيه، والحال الصراحه انه هذه بصراحه وصلنا للمهازل. الغايه منها فقط هو دك ذاك الرجل وتشليك المجتمع بتفكيك الاسر. اذا اليوم نطالب باعاده كرامه الرجل وهيبه الرجل في بيته واستعاده حقوقه اللي راها مسلوبه، خاصه على مستوى الحضانه والنفقه. ينفق ما يخش صغاره، ينفق نهار اللي توقف به تشكي وتدخلوا المحكمه، ساكن معاها يجيب في القفه واللحم والدجاج ويصرف يقول مرتي ويخرج ويبحر معاها، ونهار اللي تدور عليه تجبد له ذاك الحكم تاع النفقه الراقد تحت ابطها. اساليب قذرة، أساليب لا إنسانية ولا أخلاقية، ما تعملهاش حرة بنت حر، ولكن للأسف أغلبكنا يعتمد نفس الطريقة. إذا نطالب بإلغاء فصل أو قانون 58 وفرقة العنف ضد المرأة. ماكس بارتاج 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 بارتاج. شكرا.